نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم مناسبات وأعلام في القرآن الكريم. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن قوم ثمود، وها نحن حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن الكليم موسى عليه السلام والطاغية فرعون. وسيدور اللقاء في هذه الحلقة المباركة عن من هو فرعون، وما هو وصف القرآن لخصائصه ولصفاته، وكذلك بين فرعون وموسى عليه السلام، وما هي أساليب فرعون في مواجهة دعوة موسى، وكذلك سنتحدث عن دعائم ملك فرعون، وسنتحدث بإذن الله عز وجل عن امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها، وسنتحدث كذلك عن مؤمن آل فرعون، وكذلك العقوبات الإلهية لفرعون، وأخيرا وليس آخرا الدروس المستفادة من قصة فرعون. فنبدأ على بركة الله. أولا التعريف بالطاغية وهو فرعون عن اسمه ونسبه. قد اختلف كثيرا في اسم فرعون اختلافا كثيرا أعزائي المشاهدين بين أقوال المفسرين، وبعضها قد لا يصح، وأقوى وأفضل ما ذكر في هذا الكلام والحديث هو كلام سيد قطب رحمة الله تعالى عليه عن اسم فرعون. قال رحمه الله: ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصة في عهده، فالتحديد التاريخي ليس هدفا من أهداف القصة القرآنية ولا يزيد في دلالتها شيئا، ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف عليه السلام. هذا وقت قصة فرعون كانت بعد زمن يوسف عليه السلام، الذي استقدم أباه وإخوته، وأبوه يعقوب هو إسرائيل، وهؤلاء كانوا ذريته وقد تكاثروا في مصر وأصبحوا شعبا كبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. المقصود أعزائي المشاهدين بأن وقت فرعون أولا اسمه لا يعرف اسمه، وقد اختلفت كثيرة من الروايات وبعضها لا يصل إلى درجة الصحة، ولكن مختصر كلام مفسر سيد رحمه الله تعالى بأن الإنسان يستفيد من الفوائد والعبر من هذه القصة. وأشار رحمه الله عز وجل إلى أن زمن فرعون أخزاه الله كان بعد قدوم يوسف عليه السلام. وتعلمون أعزائي المشاهدين بأن يوسف عليه السلام وعلى أبيه ذهبوا إلى مصر، ويوسف قصته المشهورة في سورة يوسف التي حكاها الله سبحانه وتعالى مع إخوته كانت في مصر مع العزيز. فيوسف عليه السلام قدم إلى مصر، وإخوته من بعده وأبيه وهو يعقوب وهو إسرائيل تكاثروا في مصر وأنجبوا وتكاثر النسل، ومن هناك بدأت بعد ذلك الزمن بدأت قصة فرعون. وصف القرآن لفرعون: ما هي الأوصاف التي وصفها الله سبحانه وتعالى عن هذا الطاغية؟ وربنا سبحانه وتعالى ما وصف طاغية مروا على الأمم كوصفه سبحانه وتعالى لهذا الطاغية وهو فرعون، بأوصاف تنبئ عن الخلاق العليم سبحانه وتعالى الخبير في هذا الطاغية وفي هذا الجرم الصغير المخلوق الضعيف المتكبر المستكبر وهو فرعون.
من أوصاف الله سبحانه وتعالى لهذا الطاغية أولا العلو والاستكبار، صفة العلو والاستكبار، أي إن فرعون تجبر في أرض مصر وتكبر وعلى أهل مصر وقهرهم حتى أقروا له بالعبودية. قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عنه وعن هذه الصفة الذميمة في فرعون، قال ربنا سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. الشاهد: يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال القرطبي: أي استكبر وتجبر. وقال قتادة: أي علا في نفسه عن عبادة ربه وبكفره وادعى الربوبية. وقيل: أي بملكه وسلطانه فصار عاليا على من تحت يده. ووصفه الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى وهي سورة المؤمنين بالاستكبار والعلو، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قال السمعاني: أي طالبين للعلو بغير الحق، والاستكبار طلب التكبر، ويقال عالين أي قاهرين لمن تحتهم بالظلم. والله سبحانه وتعالى وصفه كذلك في سورة يونس حيث قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. الشاهد: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والله وصفه كذلك في سورة الأعراف حيث قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال الزمخشري في تفسيره: أي استكبروا عن قبول الآيات المعجزات التسع، وهي أعظم الكبر أن يتهاونوا العبيد برسالة ربهم بعد تبيينها. كذلك من صفات الطاغية فرعون التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها الطغيان. والطغيان أعزائي المشاهدين هو مجاوزة الحد. قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا الكليم موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقول الطبري رحمه الله: أي إنه تجاوز قدره وتمرد على ربه. وقال الزمخشري رحمه الله: لما أمر ربنا سبحانه وتعالى موسى بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعنه الله، عرف أنه كلف أمرا عظيما وخطبا جسيما يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح. كذلك من الصفات التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها الإفساد. قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهنا الشاهد أعزائي المشاهدين: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فقد حل بهم العذاب نتيجة حتمية لفسادهم في الأرض. قال ابن كثير: وذلك لما حل بهم من العذاب.
والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وكان لورود تلك الفاصلة القرآنية: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في آخر حياته مخاطبا لهذا الطاغية فرعون تأكيدا على صفة الفساد: قال ربنا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه هي صفة الإفساد، هي الصفة المتأصلة في فرعون. وقال ربنا سبحانه وتعالى في وصف آخر: قال ربنا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كذلك من الصفات التي وصف الله بها وكانت متأصلة في هذا الطاغية: رابعا الإسراف. قال ربنا سبحانه وتعالى، طبعا أعزائي المشاهدين، أسرف فرعون في حق نفسه حينما ادعى الربوبية. قال ربنا سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإنه لعال في الأرض. الشاهد: وإنه لمن المسرفين. وقد عد الواحدي ادعاء الربوبية هو الإسراف، حيث قال: وإنه لمن المسرفين، أي حيث كان عبدا فادعى الربوبية. بينما اعتبر الشيخ الشعراوي رحمه الله الإسراف هو تجاوز الحد بادعاء الألوهية، فقال: والمسرف هو الذي يتجاوز الحدود، وهو قد تجاوز في إسرافه وادعى الألوهية، وقد قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: أنا ربكم الأعلى. وهذه مقولة فرعون: أنا ربكم الأعلى. وقال الحق سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وعلى فرعون في الأرض علوا طاغيا من البشر على غيره من البشر المستضعفين. وقال الحق سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كذلك خامسا من الصفات التي وصف بها هذا الطاغية الكيد. والكيد أعزائي المشاهدين هو المكر. وقد كاد فرعون ومكر لموسى كثيرا، فقد أمر هامان ببناء صرحا له بناء كي يبلغ أبواب السماء فيطلع إلى إله موسى كما يزعم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى عن كيده: قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ابن عاشور في تفسيره: والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه. وقال السمعاني: أي وما حيلة فرعون ومكره إلا في هلاكه وخسرانه. أو قال الرازي: وما كيد فرعون إلا في تباب، والتباب هو الهلاك والخسران. وقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى:
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. الشاهد: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كذلك من الصفات سادسا التي وصف الله بها سبحانه وتعالى هذا الطاغية فرعون: الضلال. ولقد أعطى الله فرعون وملأه الزينة والأموال لكنهم استغلوها في إضلال الناس ولم ينتفعوا بها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال سيد قطب رحمه الله: ينشأ عن هذا، أي الأموال، إضلال الناس عن سبيلك، إما الإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين، وإما بالقوة التي يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين وإغوائهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ونعيد هذه الآية: قال ربنا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أي وجعلنا فرعون وقومه أئمة يقتدى بهم أهل العتو والكفر بالله، فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصي وتدنيس النفوس بالفسوق والآثام التي تلقى بفاعلها في النار. وقال سبحانه وتعالى كذلك وصفه بالإضلال في آية صريحة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. والإضلال الذي استخدمه فرعون كان بسبب ما أوتي وسوء استغلال نعمة الله سبحانه وتعالى، وهي المال والجاه. كذلك سابعا من الصفات التي وصف الله بها هذا الطاغية: الغرور، حيث سيطر الغرور على قلب فرعون فأضله ضلالا بعيدا واغتر بما آتاه الله من النعم. قال الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الصفة: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قال المراغي: نادى إني غني كثير المال عظيم الجاه فلي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي
وموسى فقير مهين وليس له بيان ولا لسان. ومن غروره أنه كان سبب هلاكه كما قال القشيري. وقال ربنا سبحانه وتعالى قد وصل به، ومن ذلك ما وصل به الغرور أن يدعي الألوهية، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى وصفه: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. كذلك من الصفات التي وصفها الله هذا الطاغية. ثامنا الاستبداد، وحيث مقومات الاستبداد عند فرعون كانت ادعاء الربوبية وأداء الألوهية. أما ادعاء الربوبية فقال قولته الشهيرة: أنا ربكم الأعلى، وقوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيدعي لنفسه صفات الربوبية التي وردت في قوله: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وأما ادعاؤه للألوهية ورد في قوله: ما علمت لكم من إله غيري، فيدعي صفة الألوهية التي جاءت في قوله: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحاكم المستبد يبدأ فيدعي بأن كل البلد ملكه الشخصي، ويتصرف على هذا الأساس بقوله: أليس لي ملك مصر، ثم ينتقل إلى التصرف على أساس أن الناس العقلاء ملكه أيضا، تمهيدا للادعاء الثاني وهو ادعاء الألوهية الذي يختص بالعاقل فقط، كما في قوله: ما علمت لكم من إله غيري، وقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك هذه كانت صفات الطاغية فرعون. وحري بالمؤمن والمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى أن يتجنب هذه الصفات التي تورد صاحبها المهالك. وما من طاغية ومستبد في هذه الأرض على هذه البسيطة إذا اتصف بواحدة من هذه الصفات فقد حلت عليه نقمة الله وعذابه. فكيف لو اجتمعت الشرور كلها هذه الصفات، كيف ستكون خاتمته؟ نسأل الله السلامة والعافية. فرعون وموسى الكليم عليه السلام، والقصة بينهما لها فصول كثيرة. أول فصل فيها أولا تربية فرعون لموسى عليه السلام. كيف بدأت تربية فرعون لموسى عليه السلام؟ كيف حدث ذلك؟ يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كان من شأن فرعون أنه رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل وأخربت بيوت مصر، فدعا السحر والكهنة فسألهم عن رؤياه فقالوا، ولعل نسمع بإذن الله عز وجل ما كان تأويل الرؤيا من جلساء فرعون لفرعون عن هذه الرؤيا التي رآها وأفزعته، وكانت سببا في تربية موسى عليه السلام في حجر الطاغية. ولكن أعزائي المشاهدين سنسمع هذا التفسير بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. دينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن الرؤيا التي رآها فرعون في منامه، ونعيدها ثم نذكر تعبير جلسائه لفرعون وبداية قصة تربية موسى عليه السلام. كان من شأن فرعون أنه رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، أي حتى أتت هذه النار على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل وأخربت بيوت مصر. فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن رؤيا، فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه، يعنون بيت المقدس، رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر جنده على بني إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلا ذبحوه، ولا تولد لهم جارية إلا تركت. فقط كان مسموح في ذلك العصر، فقط بعد تلك الرؤيا مسموح إبقاء فقط المواليد الإناث، وأما الذكور فكانوا يذبحون. نسأل الله السلامة والعافية من الخوف والهلع الذي رآه والجبروت والطغيان الذي كان يحمله في قلبه. يذبحون، الله سبحانه وتعالى وصف يذبحون أبناءهم، يذبح كان، قاتله الله. ولقد ولد موسى في تلك الظروف. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولد موسى عليه السلام في تلك السنة العصيبة المضطربة، سنة عصيبة مضطربة، حيث تحمل هذه السنة في طياتها من التهديد والوعيد بالذبح. فخافت أم موسى، وحق لها أن تخاف، فهي أمه. لكن الله سبحانه وتعالى ثبتها بيقين، فقال لها: فإن خفت فألقيه في اليم، في البحر. فوضعته في خشبة ثم تركته. فقال الله لها، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وهذه بشارة بأنه سيعود مرة أخرى إلى حجرها. إنا رادوه إليك فقط، بشارة من الله سبحانه وتعالى لأم موسى بأنه سيعود إليها. فقط يعود إليها؟ لا، وجاعلوه من المرسلين. وهذه مرتبة إيش؟ مرتبة الرسالة. فانصاعت لأمر ربها، وهذا اليقين الذي تلقته من الله سبحانه وتعالى، والطمأنينة والسكينة التي حل في قلبها. وكانت النتيجة أن أخذه فرعون ليربيه في قصره تلبية لرغبة زوجته، حيث كانت مؤمنة حيث زوجته التي ستؤمن بعد ذلك، وقر عين أمها بأن حرم عليه المراضع إلا هي. أي كان موسى عليه السلام يأبى أن يرضع من أي امرأة إلا من أمه، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن أخت موسى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. قال المراغي: فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها، أي هذه امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها، فاستدعت أم موسى لماذا؟ لأن الغلام وهو سيدنا موسى عليه السلام أبى أن يرضع من كل أحد إلا من هذه المرأة، والتي هي لا تعلم ولا يعلم فرعون إلا رب فرعون يعلم بأن هذه هي أمه وهي أم موسى. فاستدعتها وأحسنت إليها وأعطتها العطاء الجزيل، ثم سألتها أن تقيم عندها، أي طلبت آسيا من أم موسى وهي لا تعلم أن هي أمه، فقد طلبت منها أن تجلس وتبيت عندها وتقيم في القصر. فأبت أم موسى وقالت: إن لي بعلا، أي زوجا وأولادا، ولا أستطيع المقام عندك، ولكن فأعطتها أم موسى، اقترحت اقتراح: ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها إلى ما طلبت، وأجرت عليها النفقة والصلات والكساء وجزيل العطايا، ورجعت إلى بيتها بولدها راضية مرضية، قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا، وهي موفورة العز والجاه والرزق الواسع. والله سبحانه وتعالى حكى عن قلب أم موسى بعدما تركته يذهب ولا تعلم إلى أين ذهب، حتى رأت أخته بأن غلاما في حجر فرعون يبحثون عن مرضعة، فعلمت أمه أن هذا هو ذاك الغلام، أي موسى عليه السلام ولدها، وفلدت كبدها، فطارت فرحا وذهبت إليه وأرضعته أمامه، ثم سرت
ثم طلبت أن يكون تحت رعايتها في بيتها وكان لها. ونستنتج من ذلك، من هذه القصة القصيرة قصيرة الفصل، قصة إرسال موسى عليه السلام إلى قصر فرعون وصبر أم موسى، من ثم عودة موسى عليه السلام إلى حضن أمه وحجرها لكي يرضع منها. من ذلك نستنتج من هذه التربية، تربية الأم، نستنتج أولا قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. أم موسى أرسلت ولدها وهي خائفة، وقلب الأم لا يطاوعه شيء إلا الحب والخوف على ابنها وصغيرها، والله سبحانه وتعالى وعدها بأنه إن رادوه إليك. الأمر الثاني أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ما المقصود بذلك؟ الله سبحانه وتعالى قدر بأن هذا النبي وهو موسى عليه السلام الذي سيبعث على أهل مصر وسيحاج فرعون، وفرعون الطاغية والذي عمل كل احتياطاته، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويرسل جنده هنا وهناك، وكانوا يعسون لو سمعوا خبر ليسمعوا خبر ولادة غلام. والله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من الفوائد أن الأمة المستضعفة ولو بلغت، أن الأمة الإسلامية أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أخذناها من سعي أولا أخت موسى عليه السلام، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم. كانت أخت موسى عليه السلام تبحث في الأرجاء وفي المكان، تقص الأخبار، ترى أين استوطن به الحال أخوها الرضيع، ومن ثم سعي أم موسى السعي إلى إرضاع ولدها، بل السعي إلى أن يكون ولدها في حجرها بعيدا عن قصر الطاغية. نعيد هذه الفائدة النفيسة، أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، وكان حق الإرضاع من حق أم موسى على موسى. كذلك من الفوائد أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها، لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. كذلك من الفوائد أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف. والشاهد: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه هي المثبتات والمسكنات والمطمئنات من رب العزة والجلال إلى هذه الأم الضعيفة المقهورة المسكينة، في ظل اضطراب وفي ظل أوامر بالذبح وبالانتقام من هذا الطاغية على كل أبناء تلك البلدة. كذلك من الفوائد أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يمهل فعل الأسباب التي تنفع. وهنا مقصود التوكل، والتوكل هو الاعتماد اعتمادا كليا على الله مع فعل الأسباب، والتواكل هو الاعتماد على الله مع ترك الأسباب. أخيرا من الفوائد من هذه القصة جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، كما فعلت أم موسى
فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. هذه الفوائد التي كانت فقط في فصل من فصول تربية وولادة الكليم موسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما هي آيات موسى عليه السلام إلى فرعون؟ أعزائي المشاهدين، ما من نبي بعث إلا وله رسالة، وكان من رسالته ودلائل على صدق رسالته ونبوته هي ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى ويجريه لهذا العبد وهو النبي الرسول من المعجزات، وهي منه سبحانه وتعالى مطلقا. فمن الآيات التي أيد الله بها موسى لمجابهة هذا الطاغية فرعون بأن يؤمن بالله وحده، آتاه الله سبحانه وتعالى لموسى آيات كثيرة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. انظروا أعزائي المشاهدين في الخطاب، أول ما بلغه من دعوة موسى مباشرة قال له إني لأظنك يا موسى مسحورا. وسنتكلم عن قول الطغاة وعن حججهم وأساليبهم في مواجهة الدعوة، لكن حديثنا الآن عن الآيات التي أرسل بها سيدنا موسى عليه السلام. قال الطبري: 9 الآيات البينات هي يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وآيات موسى ذكرت كثيرا في القرآن، وقد اختلف المفسرون في تحديدها اختلافا كثيرا، وهناك كلام نفيس للرازي في تفسيره يجمع فيها بين الأقوال جميعا، حيث قال في تبيينها، ولنحفظها أعزائي المشاهدين: الآيات المعجزات لسيدنا موسى عليه السلام والتي جابه بها الطاغية فرعون، أحدها كما يقول الرازي من حصيلة مجموع اختلاف الأقوال، قال أحدها أن الله تعالى أزال العقدة من لسانه، قيل في التفسير أي ذهبت العجمة وصار فصيحا. كان موسى عليه السلام فيه لظة في لسانه، فذهبت هذه اللظة أو أزيلت هذه العقدة من لسانه وأصبح فصيحا. وثانيها انقلاب العصا حية، وتعلمون كما في سورة طه كانت لموسى عليه السلام عصا ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، قال ربنا فألقها يا موسى، فألقاها. الشاهد ألقى موسى هذه العصا فألقاها فإذا هي حية تسعى. وثالث هذه العلامات تلقف الحية لحبال السحرة وعصيهم مع كثرتها. وتعلمون أن موسى عليه السلام لما واجه سحرة فرعون، السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، وذلك من باب السحر. وأما موسى عليه السلام المؤيد فكانت معه عصا، فانقلبت هذه العصا أصبحت حية وأخذت حبالهم فهي تلقف، قال ربنا عنها فإذا هي تلقف ما يأفكون. رابعا اليد البيضاء، يد موسى البيضاء، وكما حكى الله سبحانه وتعالى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. خامسا هذه 4، والخمسة الأخر، الخمس آيات الأخريات وهن من أسباب وهن من دلائل ومعجزات موسى عليه السلام وصدق نبوته. قال ربنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. والعاشر هو شق البحر، وقوله تعالى وهو قوله وإذ فرقنا بكم البحر. والحادي عشر الحجر، وذلك كما قال ربنا
أن اضرب بعصاك الحجر. 12 من آيات الله لموسى إضلال الجبل، وهو من قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. 13 إنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه. 14 و15 قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. 16 هو الطمس على أموالهم وهي من النحل والدقيق والأطعمة والدراهم والدنانير. إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى ذكر في القرآن هذه المعجزات 16 لموسى عليه السلام، وقال في هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وتخصيص 9 بالذكر لا يقدح فيه ثبوت الزائل عليه، لأنه كما هو معلوم في أصول الفقه أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد، بل نقول إنما يتمسك في هذه المسألة بهذه الآية. ثالثا أعزائي المشاهدين دعاء موسى عليه السلام على فرعون. دعاء موسى عليه السلام على فرعون. ونقف هنا قبل أن نشرح في دعاء ما هو دعاء موسى عليه السلام، وكم مدة استجابة وكم هي كانت مدة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء موسى عليه السلام على فرعون، وماذا حصل بعد هذا الدعاء. نقف وقفة بسيطة كما ورد في الأثر: الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن أنبيائه: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا، الشاهد يدعوننا رغبا ورهبا. والدعاء مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم هو ديدنهم قاطبة من آدم، حيث قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وآدم من آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء لهم صلات مع الله سبحانه وتعالى، وحبلهم وثيق ومتين مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. في الدعاء ما من أمر إلا وهم يدعون، إلا وهم يدعون. وحري بالإنسان أن يقف في هذه وقفة، وهو نبي ومؤيد وملهم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تكفل بإعانته: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومع ذلك يدعو الله ويبتهل ويدعو ليل نهار. ولعل نفرد الحديث، بقية الحديث عن دعوة موسى عليه السلام على فرعون إلى حلقة أخرى. أعزائي المشاهدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. إلى لقاء آخر أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.